وبيبدا الفيلم بكشمير ناحيه باكستان. الباكستاني ده بيكون قاعد وبيسمع المذيع بيقول اخبار عاجله. النهارده الساعه 012 اتقتل روهان كشمير على ايد الهنود بعد ما طحنه فضلت شغاله لمده 48 ساعه. العمليات دي هتفضل لحد امتى مستمره؟ الجيش الهندي هيفضل لحد امتى يضرب في قواتنا واحنا ساكتين، وخصوصا القوات الجويه بتاعتهم؟ قتلوا نص قوتنا اللي في كشمير. الظابط بيقول لحد امتى هنفضل ساكتين؟ بيقول له مفيش سكوت، انا بعت الوحش الجنود اسد الاسود. يا صديقي لو اسمه محمود كانت هتبقى جمله تهز العمود. المهم صديقي الحمار ده اسمه ازهر، دماغه ذريه، لوحده نفذ بدل العمليه 100. التفجيرات لعبته والمخططات الشرانيه هوايته. بيخش عليهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا مجهز بدل الخطه 10 وعد مني هغرق اراضي الهند بدم الهنود، وخصوصا قاعده القوات الجويه سيرنغار. وايه ده صديقي سيرنغار؟ بيكونوا عاملين حسابهم ومجمعين فريق من نار. باشو سيرتاج واخيرا بتحضر في المكان الوزه المفتريه. لقطه القشطه العسليه ميني، ومش اي ميني صديقي، دي ميني كوبر. سيرتاج بيسرتج على نفسه وهو واقف. باش بيقول له يا رايق انت متجوز؟ بيقول له يا عم انت مش لازم تفكرني، يا ريتني قبل ما عملتها كان ارهابي فجرني. بتروح تسلم عليهم وبيتعرفوا كلهم على بعض. بيجي الدور على بطل الليله، الوحش اللي كله عزيمه، الوحش العنيف، الاسد المخيف باتي. بينزل بالطياره مقلوبه وبيعمل شغل بيقلب القعده وبيمسي على الحوض. بينزل من الطياره مشدود، ابن الهرم ما راضي يكبر ابدا. الواحد عجز في شبابه وهو شاب في عجزانه. الدنيا ماشيه معاه عكس، خش هتجيبك تاكس. مين بتقول لهم ومين الوحش ده كمان؟ بيقول لها ده باتي. الانجازات اللي حققها اجيال ورا اجيال ورا اجيال ما يعرفوش يحققوها. تاج بيروح له وبيقول له 10 ضغط. بينزلوا هما الاثنين 10 ضغط وبيقوموا ياخدوا بعض بالحضن. بيقول له لسه تافه زي ما انت؟ بيقول له مش هتفهم منك يا اسطى. الفريق بيكمل والقائد روكي بيمسي عليها. بيفضل مركز مع باتي وباتي مركز معاه. بيخشوا كلهم القاعه وروكي بيقول لهم انا القائد روكي، قائدكم يا مقاتلين، عارف انكم احسن مقاتلين في الهند كلها ولذلك اخترتكم وفضلتكم عن غيركم. اخترناكم علشان تكونوا امان للبلد. الارهاب حوالينا مش ساكتين ولا سالكين، ممكن في اي لحظه يهجموا علينا ما نعرفش منين او ينصبوا لنا كمين، ولذلك لازم كلنا نكون مصحصحين. احنا مسيطرين وبيكم هنكون مسيطرين اكتر، وعلشان السيطره دي تستمر لازم تعملوا 3 حاجات: التدريب ثم التدريب ثم التدريب. اتفضل يا هاريش قول اللي عندك. بيقول لهم ايه هي اعلى سرعه للطياره الخفيفه الجديده؟ تاك بيقول له 290 كيلو. بيقول له ممتاز، تقدر تشيل كام واحد؟ بيقول له 12. مم بتقول له 14. بيقول لها انت صح. طيب الطياره دي بتقدر تفضل طايره لمده كام ساعه في الجو؟ بتقول له 3 ساعات. باتي بيقول له 10 ساعات. بيقول له باتي التدريبات دي انت عارف واحنا عارفين انها مش ليك، عارفين يا عم انك فشيل، ولكن مش عايزينك زي زمان تتعامل مع الفريق كواحد منهم، ما تبعدش خالص عنهم. روكي بيقول لهم بالظبط لازم اللي تعملوه ما تبعدوش عن بعض في الحرب، خليكم كلكم ايد واحده، هتشملوا اي فريق، وخليكم فاكرين الشخص اللي بيلعب لوحده بعيد عن الفريق بيكون ضد الفريق. بيخلصوا وبيخرجوا كلهم بره، بيروحوا حفله وباتي بيروح ياخد البنت دي بالحضن. مين بتاخد بالها ونظرتها بتقول جات الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا قله بختي كماني. ولكن صديقي دي بتكون مرات صاحبه تاج. مين اللي خدعك وقال لك يا تاج انك تاج؟ وده يعلمنا يا صديقي مش اي حاجه تتحط على الراس تبقى تاج، ممكن مثلا يكون اريال. المهم بيقعدوا سوا على الترابيزه وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده، الا باتي بيكون هادي جدا. بيقول لهم بالاذن انا هجيب ازازه حرام واجي. بتقول له استنى هاجي معاه. بيقول لها المشوار قريب مش هحتاج طياره. بيسيبهم ويمشي وبسرعه بتميت على ساتشي. بتقول لها هو الواد ده ايه دنيته؟ ليه بيتعامل معايا بكبرياء مع ان كلنا ولاد 9 طيارين؟ بتقول لها للاسف باتي ما بيعتبرش نفسه طيار. بتقول لها امال زبال؟ بتقول لها مغوار. الواد ده فعلا صديقي مغوار، عامل فورمه بجد حوار. المهم الفريق كله بيقرب من بعضه وبيبقوا اعز اصدقاء لباتي، وبالنسبه لهم باتي الحته اللي بقت خلاص ما يقدروش يستغنوا عنها. في الوقت ده كبير الجماعه بيقول له ازهر ها نويت على ايه؟ بيقول له مش هينفع اخش القاعده الجويه خالص، ولكن هدخل لهم مفجرات هتخلص على جنود كتير منهم. بيقول له ازاي؟ بيقول له استناك النهارده في المكان بتاعنا، هات المتفجرات وتعالى وهقول لك ازاي. وفعلا بيروح له على هناك، ولكن الشرطه الهنديه بيمسكوه متلبس معاه المتفجرات، وازهر بيكون واقف وشايف كل حاجه من بعيد. الشاب ده بيقول له ليه عملت كده يا ريس؟ بيقول له مالكش دعوه. بيقول له طيب وهتعمل ايه دلوقتي؟ وليه عملت كده اصلا؟ بيقول له علشان اللي هيحصل ضمان. في الوقت ده القائد روكي بيقول لهم تدريب النهارده هيكون عملي، الهليكوبتر هتتحرك ويامنوا لاغيكم باللي بيحصل، اما انت يا باتي مهمتك تحمي مني، وانت يا سيرتاج هتكون قائد الفريق، وانا وتوني هنكون اعدائكم. بيبداوا التدريب وروكي بيطير بعيد. باتي بيسيب ماني وبيروح جري وراه. ماني بتقول له ارجع بسرعه هيضربوني، ولكن ما بيعبرهاش وبيكمل ورا روكي. بيكون خلاص هيجيبه ولكن بيلف له من ظهره، هو بيكون خلاص هيخش فيه، ولكن باتي بحركه لولبيه بيكسبوا في اللحظات الاخيره، والكل بيكون في منتهى الصدمه. روكي بيقول له انت خسرت يا باتي، فشلت في الاختبار، لانه انت زميلي في الفريق مسك ميني وسوخ اللي المفروض انت بتحميها، حصلني على القاعده حالا. بينزلوا كلهم، روكي بيخش على سيرتاج بيقول له انت قائد فاشل. باتي بيقول له دي مش غلطه تاج، دي غلطتي انا يا فندم. بيقول له ما هو المفروض كان تاج اللي يجري ورايا مش انت خالص يا باتي، ولا انت مش واثق في زميلك يا باتي، ولا مضحي في زميلتك ميني؟ لو كنا في حرب بجد كان زمان ميني وسوخي ميتين بسببها. بيقول له ما هو انا لو فضلت في حمايه ميني كنا هنخسر. بيقول له بغبائك كسبت، انت خدت 0 في التدريب ده علشان ما وثقتش في زميلك وضحيت بزميلتك، بكره هنكون في حرب وهتكون السبب في موتهم وفي خساره بلدك، ودي مش اول مره تحصل
منك يا باتي، حصلت وضحيت بزمايلك. بينصدم من كلامه، هو بيروح يفتح الصندوق بتاعه، بيخرج الصورة دي، هو بيفتكر ايامه مع خطيبته، بيكون في منتهى الحزن ومشايل الذنب لنفسه. بيقعدوا بره، زمايله كلهم بيكونوا قاعدين مزغططين وهو بياخد جنب لوحده. مين بتروح له؟ هو بتقول له هو انا ممكن اسالك سؤال؟ انت وحيد امك وابوك صح؟ بيقول لها باين عليا قوي كده ولا ايه؟ طيب خلينا اخمن انا كمان، انت عندك عيله كبيره وعلى ما اعتقد انهم بيحبوكي حب جنون، لدرجه انهم كل ما بيقابلوا حد في الشارع بيقولوا له احنا بنتنا في القوات الجويه صح؟ بتزعل، بيقول لها غلط، الظاهر اني غلطت قوي. بتقول له قوي قوي. بيقول لها طيب ما تحكي لي لو ما عندكش مانع. بتقول له انا من يوم ما دخلت القوات الجويه ابويا اعتبرني ميته، كان عايزني اخد الشهاده واقعد في البيت لحد ما يجيني عريس واتجوز. عمري ما انسى اخر كلمه قالها لي، القوات الجويه للرجاله مش للبنات يا عاري. صاحبهم بيخش عليهم وبيقول لهم يلا نرقص، وباتي بيفضل مركز معاها. تاني يوم الصبح القائد بيجيب لهم الست دي، بيقول لهم دي الست زارينا افضل عميله في المخابرات الهنديه في الباكستان. بتقول لهم صباح الخير يا اولاد، ولكن بصوت راجل يا صديقي. بيقول لهم معلش مش هتقدروا تشوفوني الا في الوقت المناسب، احنا داخلين على حرب كبيره قوي، جيش العدو بعت لنا 200 كيلو من المتفجرات وناويين يدمروا قوات كبيره عندنا. امبارح اتقبض على مجيد قائد جماعه وكان قاعد في كشمير عامل مصايب على عدد شعر راسي اللي انتم مش شايفينه اصلا. مش ده المشكله بالنسبه لنا، المصيبه الشخص اللي جابه اسمه ازهر، رجال شافوه مع الباكستان اول امبارح، وده معناه انه بيخطط لحاجه كبيره قوي. ده غير الطيران اللي موجود في القاعده الباكستانيه وكله موجه على ناحيه الهند. جايبين طيارين جديده، من ضمن الطيارين دول عمران عيل وحش في الجو، محدش بيعرف يصطاده لا من بعيد ولا من قريب، واللي يخش معاه في حوار تقدر تقول عليه كل سنه وانت طيب. روكي بيقول لهم يبقى هنلغي تدريب جامو. بيقول له لا خليكم زي ما انتم بتتدربوا، انا كده المعلومات اللي عندي خلصت. هو بيسيبهم ويمشي. روكي بيقول لهم حلو قوي، يلا بقى علشان هنروح نتدرب في جامو، هستناكم هناك يا ولاد. باتي بيروح له وبيقول له بما اننا هنروح جامو انا عازم الشباب كلهم عندي في البيت، يا ريت تيجي معاهم على الغدا. بيقول له كان زمان يا باتي، خلاص ربنا تاب عليا، ما تنساش تسلم لي على ابوه. هو بيسيبه ويمشي، وفعلا بيتحركوا بالطياره، بيلاقوا قوه كبيره قوي من الجيش الهندي خارجين بكبير الجماعه مجيد، بيرفعوا العلم وباتي بيخرج بالعلم يرد عليهم. بيخش جوه، مين بتقول لهم ايه يا شباب مبسوطين معايا في الطياره؟ بيقول لها على ما اعتقد لو راكبين قطر هيكون اسرع من كده. بتقول له قطر؟ بس القطر ما بيعرفش يعمل كده. بتسويهم والضحك بيشتغل على عينه. بيوصلوا البيت وباتي بنفسه اللي بيحضر لهم الاكل، بعد ما بيلعطوا الاطباق باللي فيها باتي حبت عليه بيخش يغسل المواعين. ابوه بيروح لميني، بتقول له حلوه قوي الصور دي. بيقول لها دي مرات الله يحرقها، وده ابني الواد باتي ما انت عارفاه، ودي خطيبته انجي. بتقول له زي القمر ما شاء الله. بيقول لها ما هي ماتت يا ولده. بتسيبه وبتخش الباتي، بتقول له ممكن اساعدك؟ بيقول لها لا. بتقول له ارجوك. بيقول لها برضه لا. ده جوياش بيخش عليهم وبيقول لهم خدنا اجازه يا جدعان. بتقول له يس، يبقى هنقضيها كلها هنا مع باتي. في الوقت ده القوى الهنديه بيكونوا لسه في الطريق مكملين بالارهابي مجيد. ظهر ابن الهرمه بيقول للشاب اللي معاه في العربيه خش عليهم عايزك تشويهم، وفعلا بينزل من العربيه والشاب بياخد العربيه وبيروح جري عليهم، بيخش وسطهم وبيخبط في اول عربيه من قدام، العربيات كلها بتنفجر وباتي وزمايله بيروحوا جري على هناك، بيكونوا في منتهى الصدمه، بيلاقي السود شغال في كل مكان، شباب زي الورد مات يا جدعان. باتي بيروح على الشاب ده وبيعرف انه نفس الشاب اللي رفع له العلم ورد عليه. القائد بيجمعهم كلهم، هو بيكونوا في منتهى الغضب. روكي بيقول لهم اهدوا يا جدعان، زارينا ادينا ملخص اللي حصل. بيقول له مات 70 جندي هندي واللي مصابين حوالي 80. ازهر هو اللي مخطط للعمليه دي، كان عارف ان دخول القوات الجويه هيكون مستحيل، علشان كده خلى الشرطه الهنديه يقبضوا على مجيد وخدوه بكميه المتفجرات اللي معاه، ضرب عصفورين بحجر، خلى المتفجرات معانا وبشخص واحد بس فجر الجنود دول كلهم. انا بقى ما عنديش معلومات زياده، وبيسيبهم ويمشي. روكي بيقول لهم عايزكم مركزين، ما نعرفش الضربه المره الجايه هتكون من ايه، وانت يا باتي هتروح دلهي مع الرئيس ديبو وتشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. بيقولوا لو الاعداء هجموا علينا هنعمل ايه؟ انا لازم افضل هنا مع زمايلي. بيقول له نفذ الكلام يا جندي، وفعلا بيروح على هناك بيقعد جنب وزير الدفاع الجوي ورئيس الوزراء، بيقول احنا هنصبر لحد ما نعرف احنا هنرد ازاي. باتي بيقول له صبر مين يا فندم، احنا هنهجم على جابا هناك، في اكتر من 300 جندي بيتدربوا على المتفجرات، واخر تفجيرات حصلت عندنا في الهند كانت جايه من هنا، وعلى ما اعتقد اغلب العمليات اللي اتنفذت في الهند بتيجي من هنا، وبرضه على ما اعتقد ازهر هيكون وسطهم. وفعلا العقل المدبر بيحط الخطه وبيقول للقائد اسم العمليه بندا، يوم 25 هيكون انسب يوم علشان نضرب ضربتنا، مستحيل الاعداء يتوقعوا ان احنا هنهجم عليهم في يوم زي ده، لان جميع قادتنا هيكونوا في حفله نهايه خدمه رئيس القوات الجويه راؤول. هتخلص الحفله يا فندم، ولكن حضرتك مش هتروح على البيت، هتروح على قاعده سيرينا غار وتدير بنفسك المهمه، وعلى الساعه 12:30 بالليل هنكون طالعين بالطيران بتاعنا. وفعلا يا صديقي كل واحد بيلزم طيارته، هو بيقول لهم خشوا يا رجاله فرقوا حالا، بينفذوا الكلام، هو بيخشوا جوه متفرقين. ازهر بيحس ان في حاجه غلط بتحصل، وفعلا بينزلوا عليهم بالصواريخ بيشووهم، الطيران بيفضل جاي رايح عليهم بيدمر اغلب المنطقه، وبيكونوا خلاص ماشيين، ولكن واحد منهم بيضرب صاروخ على تاج، ولكن تاج بيصد الصاروخ، باتي بيرجع عليه وهي واحده بينهيه، بيكونوا خلاص داخلين على حدود الهند، ولكن ابن الهرمه ازهر بيكون لسه عايش، وبيبلغ قائد الطيران اللي في اسلام اباد وعمران ابن الهرمه وزمايله بيتحركوا، بيفضل ماشي ورا باش بيقول لهم في حد هيضربنا.
هيضربني. روكي بيقول لهم خلاص خشوا الحدود. هو مرام بيكون خلاص هيضرب بشير. تفتكر انه هيضربه يا صديقي؟ لا والله. باتي ما بيكونش ينفذ الاوامر. هو بيرجع لباش تاني بيكون ورا عمران. هو بيدخله في خط المكالمات. بيقول له ها هتضرب بشير؟ اضرب وهخلص عليه. بيقول له مش هتعرف. بيقول له جرب وهتشوف. انا هعد من 1 ل5 لو ما بعدتش هخلص عليه. 1 2 3. بيقول له خلاص انا ماشي بس دي مش نهايه الحرب يا باتي. هو بيسيبه ويمشي. هي العمليه بتتم بنجاح وكل ده بفضل الولد السفاح باتي. كل اللي في القاعده بيكونوا في منتهى السعاده. وتاني يوم الدنيا بتتقلب في باكستان. القاده بيقولوا ضربه بضربه وخالصين. مش عايزين اي نوش تاني. عايزين البلد تهدى. ولكن ازهر بيخش عليهم. هو بيقول لهم خالصين مين؟ دول قتلوا مننا اكتر من 300 جندي. هجيب حقهم يعني هجيبه. في الوقت ده باتي وزمايله بيحتفلوا. بيخلصوا احتفال. وتاني يوم الصبح بيوصل من لحد بيتها. بتقول له ما تنزل. بيقول لها لا احنا في رمضان. ومره واحده الانذار بيضرب. بيروحوا جري على المقر الرئيسي. وكل واحد فيهم بيروح جري على طيارته. واللي قاعد على الجهاز بتقول لهم 4 طيران جايين من باكستان علينا. بيركبوا طياراتهم وكلهم بيطلعوا خط واحد. الدفاع الجوي بيطلع على الطيران الباكستاني ولا بيتاثر فيهم. بيضربوا الدفاع والقاعده اللي جنب الدفاع. بياخدوا بعضهم ويمشوا. ولكن قبل ما يخشوا حدود الباكستان روكي بيقول لباتي خد تاج ولفوا الناحيه الثانيه وارجعوا تاني على المقر. ولكن باتي ما بيسمعلوش وهو بيروح وراهم جاري. روكي بيرجع على المقر. هو بيقول له هات زميلك وارجع يا باتي. بيقول له احنا خلاص جبناهم. ولكن تاج بيقول لهم نهار اسود دول مش 4 دول 8. هولاد الهرم نصب لنا كمين. باتي بيقول له اجمد يلا انا جاي لك حالا. بيروح جري عليه وتاج وباش المساعد بتاعه الصواريخ بتنزل عليهم زي الراز. بيصدوا كتير منهم. ولكن في صاروخ بيضربهم قبل ما باتي يحصلهم. الطياره بتقع بيهم. بيخرجوا منها وبيفتحوا الباراشوتات. ولكن بيقعوا جوه اراضي باكستان. روكي بيقول له ارجع باتي. بيقول له مش هسيبهم. بيقول له ممنوع اطلع من باكستان وتعالى حالا. وفعلا بيرجع وبيروح له على المكتب. هو بيكون في منتهى الحزن. بيقول لهم احنا النهارده ما خسرناش حرب وبس. احنا خسرنا 2 من اقوى الضباط عندنا. مين سمح لك تخش حدود الباكستان يا باتي؟ بيقول له طلبت الاذن يا فندم وانت رفضت. بيقول له انت نفذت وخسرنا 2 من زمايلك. كله ده بسبب تنشيف دماغك. كل مره بتحصل مصيبه في القاعده هنا انت بتكون السبب فيها. ولكن المره دي مش هعديها ولازم تاخد عقابك زي ما قال الكتاب. النهارده هاخد اجراء ضدك. صارف حالا. بيمشي. هو بيكون في منتهى الغضب. ما بيشوفش حد قدامه. هو بيفتكر اللي حصل لخطيبته لان هو برضو اللي كان السبب فيه. بيصحى من النوم وبيلبس البدله الميري بتاعته. هو بيروح على التحقيق علشان ياخد حقه. بيلاقي مرات تاج هناك. بيبص لها ولكن بتبص بعيد. بيخش التحقيق. اوراكي بيقول لهم في تمام الساعه 1:30 بالليل وسط المدعكه القائد باتي خد زميله وخالف تعليمات القاده. دخل ارض العدو وكانوا نصبين لهم كمين. واللي لبس في الكمين تاج والمرشد بتاعه باش. ولذلك هيحصل في القاعده هنا تغيير في الفريق. احنا مستغنين عن خدمات القائد باتي. هنبعته على اكاديميه القوات الجويه في حيدر اباد. هيقدم خدماته هناك كمدرب طيران. باتي بيكون في منتهى الصدمه. وبالليل روكي بيروح يسكر. مين بتخش عليه وبتقول له القرار اللي انت خدته ده كلنا مش راضيين عنه. بيقول لها كنت لازم اعمل كده علشان احافظ عليكم. بتقول له بس كلنا عارفين ان باتي افضل واحد في القاعده كلها. ده ما كانش من افضل الطيارين في الهند كلها. بيقول لها ولكن اناني وعلشان يخلص على العدو مستعد يضحي بالفريق كله. دي مش اول مره زمايله يتاذوا بسببه. من 3 سنين فاتوا كانت قوه ال3 5 في اشتباك مع العدو في الغابه. اضطرينا نبعت لهم طيران دعم وبعتنا لهم طياره هليكوبتر علشان تفض الاشتباك ده. واللي كانت في الطياره نينا خطيبته. واللي كان خارج يحميها بالطياره بتاعته في المهمه دي هو باتي. نينا وسط المهمه بتقول له الدنيا ضباب مش شايفه حاجه يا باتي. بيقول لها ارجعي ما تقربيش. بتقول له عيب عليه انا قد الدنيا والدنيا مش قدي. بيقول لها خشي هتجيبك وانا في ظهرك هحميكي. بتسمع كلامه وبتقرب. بيقول لها خلاص انا هضرب. هعد من 1 ل3 واحدفي شمال. 1 2 3. وبيضرب الصاروخ. بتحدف شمال وفي نفس الوقت العدو بيضرب صاروخ بيجي في طياره نينا. وطبعا في الطياره عندها مفيش باراشوت. الطياره بتنفجر بيها وبتموت. روكي بيقول لها لولا تعليماته اللي كلها خطر كان زمانها لسه عايشه. كان زمان اختي لسه في حضني. بتقول له هي اختك؟ بيقول لها ايوه اختي الصغيره. بتقول له بجد انا اسفه بس يا ترى لو ما كانتش اختك كنت هترمي اللوم على باتي؟ بيقول لها انا برمي ولسه برمي وهفضل ارمي. انا لحد الان مش شايله الذنب. عندك حق كلنا عارفين ان باتي افضل مقاتل عندنا. ولكن بيتعامل مع الفريق كله على اساس انهم بنفس امكانياته. ذكائه وقوته وسرعه تصرفه في المواقف الصعبه. هو بيعرف يخرج من اي موقف. فبيدخل زمايله في مواقف صعبه ما بيقدرش يخرجوا منها زي ما عمل مع اختي زمان ودلوقتي تاج وباش. لو سبته معانا ما نعرفش الدور هيكون على مين المره الجايه. مش بعيد انت تكون الضحيه الجايه. او بيسيبها ويمشي. وهي بتروح لباتي بتلاقيه بيظبط شنطته. بتقول له خلاص هتمشي؟ بيقول لها ده احسن للكل. انا اذيت اقرب الناس لقلبي. الكل دلوقتي زعلان بسببي. بتقول له الكل هيزعل بجد لو انت مشيت. انت نفسك هتزعل لو مشيت. بلاش تعاقب نفسك يا باتي. بيقول لها امال اعاقب مين؟ كل اللي حصل ده فعلا بسببي. وفعلا بيمشي وبيروح لاكاديميه. القائد بيرحب بيه ترحيب من نار. وبيخرج بره بيلاقي عربيات الانقاذ والمطافي بتجري. بيقول للعسكري ده خد يلا ايه اللي بيحصل؟ بيقول له في طياره جديده طلعت تدريب بالطياره ومش عارفه تنزل. مش عارفه تتحكم في الطياره بسبب الهواء. بيروح جري معاه. وفعلا البنت ما بتكونش قادره تتحكم في الطياره ولا اي حد من المدربين عارف يساعدها. بياخد الجهاز وبيقول لها اسمعيني يا انجي معاك القائد باتي. سامعاني كويس؟ بتقول له سامعاك يا فندم. بيقول لها ما تقلقيش واهدي خالص. خليكي محافظه على اتجاهك كويس. بصي على العداد. وجهي الطياره على مستوى 090.
نفذ الاوامر. وبتقول له تمام. بيقول لها شايفاني انا على خط المهبط اهو. بتقول له لا مش شايفاه. بيقول لها زي ما انت ما تتحركيش. بيطلع على العربيه. بيقول لها وكده. بتقول له شايفاه. بيقول لها تمام قوي. نزلوا سرعه الطياره خالص. ايوه بالظبط كده زي ما انت. حرك الدراع على الشمال. انزلي ما تخافيش. واخيرا بتنزل، وهذا بفضل الولد المثير باتي. القاده بيكونوا مصدومين من فعله الكبير. ومن بعدها صديقي بيعمل قلبان في الاكاديميه، ولكن تاجو وباشا وزمايله مش رايحين من على باله. بيقرا الجورنان واللي بيكون مكتوب فيها عدى 28 يوم على الطيارين المحبوسين في باكستان، امتى هيرجعوا الهند تاني. الدفعه اللي بيدربهم بيخلصوا تدريب وبيعملوا حفله تخرج. باتي بيروح يحضر الحفله وبيفتكر كل ذكرياته مع زمايله. بيروح للقائد وبيقول له انا بقدم استقالتي يا فندم. بيقول له ليه يا باتي؟ اهدى بس، انت من ساعه ما جيت ما خدتش اجازه، خد الاجازه اللي تكفيك واما ترجع نبقى نتكلم. بيقول له امرك يا فندم، ولكن انا مش هغير رايي، ده قرار نهائي. بياخد اجازه وبيروح يحجز تذكرتين. الموظفه بتقول له للاسف يا فندم مفيش طيران دلوقتي على جامو. بيقول لها ياه، طب وعلشان خاطري مفيش حاجه تعمليها علشاني؟ بتقول له يا عيون انا بيها بقيت مجنون، هدخلك للمدير حالا. وفعلا بتدخله للمدير. بيقول له ازيك يا فندم، انا القائد باتي تبع القوات الجويه الهنديه. مرات الراجل بتكون خارجه، ولكن لما بتسمع الكلام ده بتقع. بتقول له بجد انت تبع القوات الجويه؟ بيقول لها اكيد. جوزها بيبص لها، فباتي بيعرف ان في حاجه غلط بتحصل. بيبص على اليافطه اللي عليها اسمه وبيفتكر كلام ميني. بيعرف ان ده ابوها ودي امها. بيقول له مش انت برضه بنتك ميني؟ بيقول له انا ما اعرفش حد بالاسم ده. بيقول له ياه، اصل اسمك فكرني بواحده زميلتي ميني، شرف للبلد، كانت عضوه معايا في الفريق. بيقول له مش بنتي، وطالما في القوات الجويه مستحيل تكون بنتي. مين يقبل ان بنته تكون في مكان زي ده؟ بيقول له لا حاسب، كتير قوي اللي يتمنى. وبصراحه كنت فاكر انها بنتها، لان ميني دي برضه قالت لي ان ابوها معتبرها ميته من ساعه ما دخلت القوات الجويه. يا ريتها كانت بنتها، كان زمانك قاعد دلوقتي فخور بيها. ميني بتخاطر كل يوم بحياتها، كل ساعه كل دقيقه علشان تحميك وانت قاعد مكانك زي الباشا على كرسي. بتخاطر بروحها علشان تعرف حضرتك تنام الليل. ابوها كان راجل متخلف، كان عايزها تتجوز بعد ما تخلص تعليم. حاليا هي فعلا يا فندم اتجوزت. عارف اتجوزت مين؟ اتجوزت الهند، اتجوزت البلد كلها. يا بختك يا هندي. المهم مامتها بتكون في منتهى الحزن، وابوها بيعيد حساباته. بيدي الورقه دي لباتي وبيقول له روح ادي دي للموظفه هتديك تذكره. بيسيبه ويمشي وبيروح لمامتها. بيقول لها ما تقلقيش، بنتك اسى وكويسه ما تخافيش عليها. بيرجع البيت وبيسلم على ابوه. وفي يوم من الايام ابوه بيكون قاعد قدام التلفزيون وهو بيكون جاي من بره. بيقول له خد يلا تعالى بسرعه. بيخش جوه. المذيع بيقول خبر سعيد، الجيش الباكستاني قرر يخرج الضابط باش والضابط تاج ويرجعهم تاني على الهند. وفعلا في السجن الباكستاني حماده بيقول لهم البسوا الهدوم دي علشان هنرجعكم تاني الهند. بيقول له احنا هنرجع زي ما جينا. بيقول له قصدك ترجعوا مرعوبين؟ باش بيقول له لا كسبانين. فابن الهرمه بيضرب تاج. باش بيقول له الدين علمنا نحب الوطن. تاج بيقول له ده ما بيفتحش المصحف ولا يعرف ايه اللي مكتوب في القران الكريم. باش بيقول له الدين علمنا ان الوطن جنه لازم نحارب علشان نوصلها، وان عشنا ادينا في جنتنا وان متنا هنخش برضه الجنه بيتنا الابدي. ازهر بيقول له انا بقى هقتلك بطريقه هتنسيك دينك ودنيتك واخرتك وابوك وامك. بيقول له في ناس بيحطوها في تابوت من ماس وناس بيحطوها في تابوت من دهب، ولكن مفيش اجمل من اللي بيحطوه في تابوت عليه 3 علامات. بيغضب اكتر وبينزل فيهم تخبيط. في الوقت ده ميني وباقي الفريق بيكونوا مستنيينهم على نار، وكمان بيحضر في المكان اللي اسد المغوار باتي. بيسلم على زمايله وميني بتقول له ايه اللي فكرك بينا؟ بيقول لها حبيت اجي استقبل باش وتاج. وفعلا صديقي الطياره بتحضر وبيفتحوا الطياره والكل بيكون في منتهى السعاده، ولكن يا ساده زميلهم بينزل جثه. كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه، وباتي بيروح جري على هناك بيقرا الاسم المكتوب بيلاقيها جثه باش. بيكمل على الطياره وبيقول لزعبولة فين تاج؟ بيقول له ما رضوش يديهولنا، قالوا لنا ما حدش اداهم اوامر بتسليمه لينا. اولاد الهرمه فضلوا يعذبوا في باش. مات باش مات من التعذيب يا باتي. روكي بيروح لرئيسه بيقول له باش مات مقتول بطريقه بشعه، متشرع ومتكهرب، جايبينه حتت في كيس، احنا مش هنسيب حقه، هنهجم ونخلص على القاعده دي بالكامل. بيقول له ده يا روكو هو ده اللي هم عايزينه، عايزيننا كلنا بالعصبيه دي. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له يعني اهدى وخلينا نفكر بعقل علشان ما نخسرش كمان تاج. بيعملوا جنازه عسكريه محترمه لباش، وابوه الشيخ بيكون في منتهى الحزن عليه. بيدفنوه وباتي بيخرج لمرات تاج. بيقول لها انا حاسس بيكي وعارف ان كل تفكيرك وخوفك ان تاج يجي جثه زي باش، ولكن تبقى غلطانه. تاج هيرجع على رجليه وهياخدك في حضنه. طول ما انا عايش مفيش ذكر هيقدر يلمس شعره منه، وده وعد مني يا مرات اخويا. بس انا محتاج دعمك، محتاج نظره منك، محتاج ثقتك. ارجوك اديني فرصه تانية واعتبريها الفرصه الاخيره. ارجوكي. بتاخده بالحضن وبتدي له الفرصه يا صديقي. في الوقت ده ازهر بيقول لتاج عاجبني فيك انك حمار مش زي اللي لسانه فالت منه، واللي مزعلني اني هبعتك بنفس الطريقه اللي بعته بيها قبلك. بيجي له اتصال بيكون من مين؟ من الخاين الكبير المنقب يا صديقي. تاج بيكون في منتهى الصدمه اما بيسمع صوته. بيقول له ازهر خلي بالك الهنود هيهجموا عليك بكره بالليل، خليك مستعد. ازهر بيقول لتاج ايوه يا حبيبي هو ده عميل هندي بس خاين وسطكه. بيغضب فبيرقدوا مكانه. في الوقت ده الموظفه بتخش للقاده هو بتقول لهم باكستان زودوا الدفاع الجوي على حدودهم من ناحيتنا، مستحيل هنعرف نخش جوي. روكي بيكون في منتهى الصدمه وبيمشي من المكان. باتي بيقول له ها هنعمل ايه؟ بيقول له نعمل ايه في ايه؟ انت بره الفريق ولا نسيت يا باتي؟ بيقول له ولكن انا واحد من القوات الجويه ومن
حق اعرف ازاي زمايلي هيرجعوا. بيقول له لحد امتى يا باتي؟ مش انت برضه قدمت استقالتك ولا انا غلطان يا باتي؟ اركن بقى واطلع منها. وبيسيبه ويمشي. بالليل الفريق بيكونوا رايحين المهمه وبيجهزوا حالهم، وباتي بيكون واقف جنبهم واقف الضيوف. مني بتقول له ما تقلقش، وعد مني هنرجع تاني. الجندي ده بيقول لها في حد عايزك بره يا مني. بتخرج بره بتلاقي امها وابوها صديقي. بتاخد مامتها بالحضن، وابوها بيقول لها كنت غلطان في حساباتي يا بنتي، كنت عايز اجوزك وما كنتش فاهم اللي انت عايزه تعمليه، فهمت متاخر، سامحيني يا بنتي. بتاخده بالحضن. بيقول لها في واحد اسمه باتي تعرفيه؟ بتقول له ربنا زميلي مش اكتر. بيقول لها مش قصدي يا بنتي، هو اللي جه يتكلم معايا وفهمني، ابقي سلمي لي عليه. بتسيبهم وتمشي وبتروح لباتي. بتقول له انت حياتي. بتكون هتدي له واحده بالمانجا، ولكن بيندهوا عليها. روكي بيجمعهم بيقول لهم الجنود هينزلوا من الطياره على القاعده بتاعتهم بالظبط، قدامكم 20 دقيقه تكونوا واخدين تاج ومدمرين القاعده باللي فيها. جاهزين؟ جاهزين يا فندم. وفعلا بيخشوا الطياره. بتكون طياره سفر عادي جدا، وبيخشوا على حدود باكستان. بيعرفوا ان في طياره دخلت على حدودهم، واللي على الجهاز بيكلم السواق بيقول له رد عليا انت مين وايه اللي دخلك هنا. السواق ما بيكونش راضي يرد الا لما ينزل الجنود اللي معاه، وفعلا الجنود كلهم بينزلوا، واللي على الجهاز بيقول له رد لا نضرب. بيرد عليه وبيقول له استنى يا بيه، انا من روسيا ورحلتنا كانت على ايطاليا، تهنا وما نعرفش احنا فين بالظبط. بيقول له انت على حدود باكستان والمهبط اللي عندنا مش شغال، اقرب مهبط ليك هتلاقيه في جامو في الهند، روح وانزل على هناك، ارجع فورا والا في خلال دقيقه هنضرب، اتحرك. وفعلا بيتحرك، ولكن بيكون في طيارتين F-16 فوق الطياره، والرادار طبعا ما كانش كاشفهم علشان فوق الطياره. الطيارين بتوع الباكستان بيطلعوا عليهم، ولكن قبل ما يتحركوا الهنود بيضربوا لهم الجاسر. القوات بتخش على القاعده، بيخلصوا على نص الجنود اللي جوه. اظهر بيقول للجندي هو ايه اللي بيحصل بره؟ بيقول له قوه من الجيش الهندي هجمت علينا ارضي. بيقول ازاي؟ كانوا المفروض هيهجموا علينا النهارده بالليل يا ابن الهرمه زرينا. وزرينا صديقي بيكون وسط الهنود وبيقلع خلاص النقاب. بيقول لهم مش هحتاج النقاب ده تاني، لان الباكستان عرفوا ان انا جندي هندي اصيل. باتي بيستغرب، والجنود الهنود بيكونوا مسيطرين على الاخر بره. بيدمروا القاعده باللي فيها وبيخرجوا بزميلهم تاج. مين بتنزل بالطياره وبتاخد تاج وشويه من الجنود، بتطلع والكل بيكون في منتهى السعاده. بتنزل الطياره الثانيه تاخد الباقي، بتحملهم بيكونوا خلاص طالعين، ولكن بازوكا بتضرب بتشيل الطياره باللي فيها. بيفضلوا يندهوا عليهم من المقر الرئيسي، ولكن محدش بيرد عليهم. باتي بيحاول يكلمهم برضه محدش بيرد عليه. روكي بيمسك الحديده وبيكلم واحده من F-16، بيقول له نوتي روح شوف ايه اللي بيحصل هناك وقول لي حالا. بيقول له امرك يا فندم، ولكن بيصاب بصاروخ بيكون طالع من طياره عمران. المهمه بتبدا تنهار ومحدش بيكون فاضي غير مني والركاب اللي معاها. روكي بيقول لها ارجع للجنود اللي هناك، واعدائهم بيجي لهم دعم من النار، بيحطوا عليهم حط السنين، وبنسبه 100% الهنود خسرانين. ولكن بيخرج بره وبيركب الطياره الوحش المهين اسد العرين باتي. بيقول للقائد اسمحوا لي اخرج بالطياره. القائد بيقول له ممنوع يا باتي، ولو نفذت هتتحاكم حكم عسكري. بيقول له انا راضي يا فندم، اهم حاجه انقذ زمايلي، انا عارف اني عملت مصايب كتير، ولكن انا انكرت ان انا هعرف انقذهم هنزل حالا من الطياره ومش هفكر اركبها تاني. بيقول له انا ما انكرش انك افضل طياره عندنا يا باتي، ولكن اللي انت بتقوله ده مستحيل. روكي بيقول له سيبه يا فندم، وان حصل اي حاجه انا اللي مسؤول، انا عايز افضل مقاتل عندنا يطلع ويطلع من جواه الغول المصعود. بيقول له مش لوحدك هتشيل المسؤوليه لو حصل اي حاجه يا روكي، انا معاك يا صاحبي. وفعلا روكي بيخرج وهو اللي بيركب مع باتي. بيتحركوا وساندي بيقول لزميله يا اسطى دول عاملين لنا كمين، خليك بعيد عني. كل طيارتين بيمسكوا واحد فيهم بيكونوا خلاص يضربوا ساندي، وهوب الاتنين بينفجروا مره واحده يا صديقي، واللي فجرهم بيكون وحش العرين باتي. بيقول له عاش عليك يا باتي، مفاجاه بنت مره. بيسيبه ويمشي، ولكن عمران بيضرب ساندي بصاروخ بيوقعه. باتي بيروح جري عليه، ولكن ابن الهرمه بيلف الناحيه الثانيه وبيكون خلاص هيضربه. تفتكر انه هيضربه يا صديقي؟ لا والله، بيرفع الطياره الصاروخ بيعدي الناحيه الثانيه، برضه الصاروخ بيفضل مكمل وراه. بياخدها جري على طياره باكستاني، بيبعد عنه وبيلبسه في الصاروخ. مش شايفها يا ممدوح؟ ما بيكونش فاضل غير عمران اللي بيفضل مكمل وراه. بينزل ضرب فيه بالرصاص، بيتلف له الطياره خالص. روكو بيقول له انا بقول لك ابعد عنه خالص. ثاني يا باتي اسمع الكلام. بيقول له سامع، اجهز علشان هننط من الطياره. بيروح عليه وش الوش، وفعلا بيطلعوا من الطياره وبيدمروا عمران جوه الطياره. بينزلوا بالباراشوت، ورجاله ازهر بيكونوا مسيطرين على الاخر تحت. الجندي الهندي ده بيجري على السلاح، ازهر بيروح له وبينزل تخبيط فيه. بيقول له انت عارف انا قتلت ليه صاحبك؟ قتلته علشان قال لي تحيا الهند، قطعت لسانه، ولو مش مصدق قولها انت كمان. كل ما بيفكر يقول تحيا الهند بيخبطوا في وشه، بيكون خلاص هيديله الاخيره، ولكن باتي بيمسك رجليه. بيقول له اوه، بيقول له تحيا الهند. ومن بعدها صديقي عينك ما تشوف الا كده، بيكسر عظمه وبياخده يمين وشمال بيدشمل بيه المكان، ولكن ابن الهرمه بيبعده وبيروح جري على العربيه دي، بياخدها جري وراه وبينط بيبقى في العربيه. بيطلعوا فوق البتاعه دي، وروكي بره بيكون شغال بسلاحه، ولكن السلاح بيخلص منه. مين بترجع تاني وتك بيرص فيهم بالسلاح المتعدد اللي معاه. بيخلص على الجنود اللي تحت، وباتي بيشاور لماني بتقرب منه وبيقول له تحيا الهند يالا. بينط على الطياره، ازهر بينط وراه، ولكن باتي بيكون رابط رجليه في العربيه. بتنزل تنفجر بيه، وباتي بيتشعبط في الطياره. تك بيمدله ايديه، بيشدوا لجوه وبيرجعوا كلهم تاني على القاعده. الكل بيسقف لهم على نجاح المهمه، ومرات تك بص على الطياره بلهفه، يا ترى هينزل جثه؟ ايه وعد باتي حديد في حديد. بينزل من الطياره صاغ سليم، وزي ما وعدها باتي
باتي. تاج بيروح وبياخدها بالحضن. باتي بيكون في منتهى السعاده وروكي بيروح له بيقول له اسهل حاجه في العالم نعلق فشلنا على شماعه غيرنا، واصعب حاجه هي مواجهه الحقيقه يا باتي. طول حياتي برمي اللوم عليكم شايلك الذنب، وانت فضلت واقف بتعمل واجبك بحب، وعلى قد ما قدرت خدمت البلد دي. انا مجرم في حقك يا باتي. بيقول له لا انت شريكي في كل اللي حصل. بياخدوا بالحضن والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده.